السلام عليكم. صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. استغفروا الله كده في التعليقات وصلي على الحبيب قلبك يطيب. هنعمل 6 قطع جاتوه للعيد إن شاء الله، 3 طبقات زي ما انتوا شايفين ب2 بيضة بس وكوباية من الطحين إن شاء الله. سهل وسريع واقتصادي وينافس المحلات. طبعا لو حبيتوا تضاعفوا الكمية هتضاعفوا الكمية بإذن الله تعالى. بس أهم حاجة لو سمحتوا اللايك مهم في أول ساعة بينزل فيها الفيديو، والتعليق أكتر من مرة على الفيديو. ده أقل دعم أنا بطلبه للقناة بس عشان أقدر أستمر، يعني ادوني حافز كده عشان نديكم وصفات ناجحة بإذن الله. هنبدأ أصحابي، كل مرة بنقول في الكيك مش محتاجين الكيك يبقى بارد من التلاجة، يبقى عايزين كل الحاجات من مكوناتها بدرجة حرارة الغرفة. لا، الكيك ده محتاجين كل حاجة تبقى باردة، يعني لو قدرتي تبردي الطحين والسكر هيفرق معانا جدا في المنتج النهائي. النهاردة أنا استخدمت 2 بيضة باردة، نص كوباية سكر، معلقة كبيرة من المحسن، وزي ما انتوا شايفين مطلعة مية بتلج من الفريزر. هنحتاج معانا نص كوب، هنضيف ربع كوب منه في بداية خلط المكونات، والربع التاني هنضيفه مع إضافة الطحين. هضيف حوالي كده معلقتين كبيرة أو يعني أقل من ربع كده، وهنبدأ نخفق كل المكونات بالمضرب، أو لو عندك عجان هيوفر عليكي طبعا الوقت. طبعا لازم نخفق حتى الخليط يفتح معانا خالص، وهنشوف القوام معانا. طيب أصحابي، حد هيقول لي أنا مش عندي المحسن. يا جماعة، هو استخدامنا للمحسن بيخفض لي عدد البيض، يعني أنا عشان أعمل الكيكة دي ودي 6 قطع جاتوه هحتاج من 6 ل7 بيضات، فالمحسن بيخليني إن أنا ما محطش 6 و7 بيضات، استخدم بيضتين بس. فهو المحسن بيقللي في عدد البيض، فعشان كده بيبقى الجاتوه اقتصادي. لكن لو انتوا تريدوا مفيش محسن هنضطر نستخدم من 6 ل7 بيضات، وليها طريقة تانية خالص هنبقى نعملها مع بعض. لو طلبتوها مني ان شاء الله اعملها لكم في فيديو. زي ما انتوا شفتوا انا نخلت الطحين مع البيكنج باودر، واضفت الفانيلا، واضفت بقية المية الباردة. وهنا بقى لازم افضل اخفق، هياخد الخفقة تقريبا من 10 ل 12 دقيقة حتى الخليط يتضاعف 3 أو 4 أضعاف. وطبعا لو احنا شغالين بالعجان هيبقى افضل كمان، هيضاعف لك الكمية في وقت وجيز وبسرعة عن المضرب. كمان المضرب بيبقى قوته أقل. لكن الله المستعان، حتى في ناس بتسألني انت شارية العجان وليه ما بتشتغليش بالعجان. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا رافعة كل الحاجات بتاعتي في المطبخ لما كنت بنعمل المطبخ الجديد وكسرنا وكده، وبجيب كل شوية شوية العجان. كل حاجة جبتها لقيتها ما لقيتش الإناء، الحلة بتاعت العجان وسلاح العجن مش لاقيها، مش عارفة بقى اتسرق راح فين، مش عارفة. فالله المستعان، لسه هنشوف حل للعجان. هنا اصحابي زي ما انتوا شايفين القوام صار معانا كده كريمي وممتاز. المقدار ده اصحابي بياخد صينية 30 في 40. انا طبعا لفيت والله في السوق كتير الاقي السيجان اللي هي بتاعت الكيك دي المنخفضة، ما لقيتش. لقيت ده 30 في 40، فالله المستعان اشتريته. هنا بقى زي ما انتوا شايفين لازم تحطوا ورق زبدة. لو ما عندكيش ورق زبدة تاخدي ورق كراسة الرسم وادهنيه بزيت خفيف جدا واستخدميه. لكن الخليط اللي بالمحسن ما ينفعش نضيفه بدون ورق زبدة، هيتكسر منك ويتبهدل، لان الكيك بيبقى هش وخفيف. فلو سمحتوا ما ينفعش يعني. طيب هياخد قد ايه في الفرن؟ الفرن طبعا مسبق التسخين، هحطه على الرف اللي في الوسط درجة حرارة 200. هشغل اسفل واعلى مع بعض، هياخد من 10 ل 12 دقيقة. لو زودتي عليه هيتكسر منك وينشف. يعني هذا انتوا شايفين الطبقة مش عالية، يعني مش كيكة اسفنجية تخينة وهنقطعها 3 4 طبقات، لا، هي طبقة واحدة. فبالتالي لو زودنا عليها الاستوى هينشف ويجف ويتكسر منك. ولو الفرن كمان اصحابي ساخن جدا ممكن ياخد معاكي يعني 7 8 دقايق يعني. هنا زي ما انتوا شايفين طلعته من الصاج. اول ما طلعته من الفرن حطيت عليه ورقة زبدة من وجه الكيك ومنشفة قطنية، وهسيبه يبرد شوية عشان ما يتكسرش مني، لان نوع الكيك ده زي ما قلت لكم بيبقى هش جدا وخفيف. زي ما انتوا شايفين دي طبعا لحواسة الكيك اللي هي بتبقى على السبونج على ورق الزبدة، فبتاخد لون يعني. لكن الكيكة نفسه عايزة اوريكم اياه. شايفين يعني قد ايه هش ولونه ابيض وخفيف وما شاء الله تبارك الرحمن، تحفة. وشايفين يعني قلت لكم دي عشان نعملها بدون محسن من 6 ل7 بيضات. وطبعا بيبقى ليها طريقة مختلفة ان احنا لازم نفصل الصفار عن البياض. ان شاء الله لو طلبتوها نعملها مع بعض.
هنا اصحابي هبدأ باصابعي كده، باطراف الاصابع هبدأ اقشر الوجه اللي هو بيبقى فوق الكيك ده بيبقى فيه زفرة البيض وبيبقى طعمه مش حلو. لو خليتيه على الكيك وانتي لما بتيجي تعملي تحطي الكريمة بيخلع مع الكريمة وبيبقى شكله مش حلو خالص في التزيين. زي ما انتوا شايفين انا بفركه بيطلع بمنتهى السهولة، مفيش اي مشكلة. اهو شايفين بيطلع جدا. هبدأ عايزة تاخديه بترانش خفيف كده بسكين، بس انا بشوف الافضل نعمله نفركه بايدينا هيكون اسرع واسهل يعني. او زي ما انتوا شايفين فركت كل حاجة، الجوانب مش بشيلها لان احنا ايه هناخد الحروف بتاع الجاتو وهتشوفوها معايا. هنا بقى يا اصحابي هقسمه على 3 قطع عشان يديني 6 قطع جاتو. عايزين تعملوها عدد اكبر ممكن تعملوه طبقتين بس. هنا اصحابي قطعت الكيك وخليته جانبا، هنضرب او هنخفق الكريمة. طبعا اللي يحب يستخدم الكريم شانتيه الباودر اللي موجود في السوبر ماركت، بس ما عندوش تماسك عالي فما بينفعش في تزيين الكيك. لو عندك الكريم شانتيه الخام بتاع الحلواني ده افضل، تماسكه عالي وبينفع في تزيين الكيك. انا عن نفسي اللي متابعني في القناة بحب استخدم الكريمة النباتي السايلة، موجودة في السوبر ماركت، وبيبقى الفرق بينها وبين الباودر بتاع السوبر ماركت حاجة بسيطة في السعر، لكن دي تماسكها عالي وما بتسحش بسرعة وبنزين بيها الكيك وبتطلع تحفة ما شاء الله. فأنا هنا أخدت حوالي 1.5 كوباية بس من الكريمة، وزي ما انتوا شايفين بنبدأ نخفقها حتى يبدأ يتماسك معانا الخليط يعني. لو سمحتوا يا جماعة، لو كنت أول مرة بتشرفونا، في ناس كتير بتتفرج على الفيديوهات وهي للأسف مش مشتركة، فنورونا باشتراككم وادعمونا باللايك كده والتعليقات الحلوة، وقولوا لنا من أي دولة بتشاهدونا إن شاء الله. هنا أصحابي زي ما انتوا شايفين قطعت الكيك 3 قطع أهو، يعني 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي. وهاخد اول طبقة، ممكن تحطوا الكريمة بالكيس الحلواني او تاخدوها كده يعني بالنظر بحيث تبقى طبقة متساوية. هحط الطبقتين التانيين واحط ما بينهم الكريمة برضو. انا مش عايزة يعني بوريكم الفكرة عشان الفيديو ما يطولش مني، الفيديو بيبقى اكتر من 30 دقيقة وانا بقعد اسرع المقاطع، فبوريكم الفكرة عشان ما ناخدش وقت طويل في الفيديو. هنا اصحابي بعد ما مليت الفراغات هاخد بقى اللي هو وجه الكيك، بنحاول بقدر الامكان بنملس كويس جدا، وعشان يدينا سطح ناعم بعد ما بفرد الكريمة واسويها اخد الاسباتولا بتاعتي او ظهر معلقة احطها في مية سخنة وامسح على الوش فيديني سطح مستوي للكيك. هنعمل الجليز اللامع اللي هو بيتحط على الكيك، اللي هم بقى اصلا بيشتروه جاهز من عند المستلزمات الحلواني. انا كنت ناوي اعمل جليز بالشوكولاته البيضاء، بس قلت مادام جاتو اقتصادي هنعمل برضو جليز اقتصادي بميه ونشا. هنا اصحابي انا اخدت نص كوبايه ميه واخدت نص كوبايه من السكر، واضفت عليهم معلقه كبيره من نشا الذره. ولو انتوا بقى، انا كنت اريد اللون الاخضر الفسفوري، فانا ما عنديش اللون الاخضر ده، عندي لون اخضر غامق، فممكن تعملوا لون اصفر او لون احمر. انا عشان اخد الدرجة دي فخدت معلقة من كيس الجيلو عندي واضفتها عشان يديني اللون. ما عندكيش جيلو وعندك لون حطي اي لون انتي تريديه. وخدتهم رفعتهم على النار حتى تماسك الخليط، بيبقى زي البودنج الخفيف كده زي ما انتوا شايفين. لونه ما شاء الله تبارك الرحمن حلو قوي وطعمه تحفة جدا، وبيبقى ثابت وما بيسحش على الجاتو، وبيديني نفس الجليز اللي هم او النباج اللي هم بيشتروه الناس من عند مستلزمات الحلواني. هنا طبعا الجاتو بعد ما غلفته بالكريمة دخلته اقل حاجة 4 5 6 ساعات، ويفضل لو من قبل بليلة تغلفيه بالبلاستيك راب وتحطيه في الفريزر عشان يتماسك كويس جدا. هنا اصحابي بقى بناخد الجليز اللي احنا عملناه، ما تحطوه اوعي تحطيه ساخن، لازم يبقى دافي يعني يكون تتحملي فيه اصابعك، لانك لو حطيتيه سخن جدا هيسيح لك الكريمه ويختلط بالكريمه ومش هيدينا الشكل المطلوب. شايفين اصحابي بنبدأ نوزعه على سطح الكيك، وبالسباتولا زي ما انتوا شايفين او بظهر المعلقه اللي انا بفرد بيها بفرده بحيث يديني طبقه متساويه على الكيكه، طبقه لامعه. وزي ما شفتوها معايا في اول الفيديو ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اولا طعمها كان حلو جدا وشكلها كمان حلو جدا ومش مكلف، ميه وسكر ومعلقه نشا واي لون صناعي بتحبوا تفضلوه، او تعملوا زي تضيفوا معلقه من الجيلو اللي هو بنعمله عادي وناكله يعني. اهو هنفرد كل المكونات او كل كمية الجليز
الكمية دي كانت كافية جدا، اللي هو نص كوباية سكر ونص كوباية مية. هنا اصحابي اهو زي ما انتوا شايفين، عشان الكيكة طالعة باردة جدا من الفريزر فتماسك عليها الجليز على طول، وهو اصلا بيتماسك بسرعة. لو حسيتي ان الدنيا سايحة معاكي دخليه 5 دقايق في الفريزر. هنا بقى عشان ناخد حراف الكيك هنحط الطرنش بتاعنا او السكين في مي ساخن جدا، مي بيغلي، وبنمسحه وبعدين بننزل مرة واحدة، ما بنطلعش عشان ما شكل الكريمة ما يلخبطش معاكي. شايفين ما شاء الله الكيك لونه ابيض وهش وخفيف. طبعا هو لسه متماسك عشان طالع من الفريزر. هقطع الاربع حراف بنفس الطريقة، وما بين كل مرة ومرة بتغسلي السكين وتجففيه بالمي السخن. شايفين ما شاء الله طلع كمية كبيرة جدا من الحراف. انا يعني مش شاطره قوي في الحساب، فتلاقوني يعني السكين مش هبقى ايدي متساويه جدا. هنا بقى انا قستها لقيتها حوالي 40 سنتي، فبالتالي هاخد 24 سنتي يا ربي. فهعمل 4 قطع جاتو 4 سنتي 4 سنتي، والقطعة الأخيرة عشان ما هتيجي واحدة صغيرة وواحدة كبيرة فهعملها بالورب كده يبقى زي المثلث اهو زي ما انتوا شايفين. وكل مرة برضو بنغسلها بالمية السخنة وبننزل، ما بنطلعش عشان الكريمة ما تلحوسلكيش الجاتو ويفضل شكله نظيف، لأن بيبقى طبعا أهم حاجة الشكل أو الفينش، إن هما ياكلوه زي بتاع بره بالظبط. بقية الكريمة اللي معانا أصحابي بنعمل روزيتات كده زي ما انتوا شايفين على الجاتو، وتزينه بأي حاجة. أنا حطيت الأول كريز، وبعدين لقيته في التصوير كده لونه مش هو لونه أحمر، مش عارفة في التصوير طلع لونه كده مسود صراحة، فبعدين شلته وحطيت هنا بقى اصحابي الورد اضفناها اهو الجوري في يعني. طبق التقديم. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين علو الكيكة يعني 3 طبقات ما شاء الله. الكريمة متساوية، شايفين هش وخفيف ولونه ابيض ينافس المحلات. ما كلفناش اي حاجة، بالطين وكوباية دقيق وحاجة ما شاء الله تبارك الرحمن تحفة. ان شاء الله تجربوه، وان شاء الله لو لقيت تفاعل كبير على الفيديو هنعمل وصفة تانية ببيضة واحدة وبدون محسن وهتدينا كمية كبيرة. لايك وشير، سلام عليكم.